لان في الاول وفي الاخر يا فرحتي لو بتعمل مليون في الشهر مثلا، بس في الاول مش عارف تقف ولا عارف تتحرك مثلا، ولا عندك امراض الدنيا كلها، ولا مش عارف تتصرف في حاجات بتحصل غصب عن البني ادم ودي لا تدخل فيها، انما في حاجات معينه احنا بنبقى السبب فيها، ودي اخطر حاجه، ودي اللي بيبقى الندم عليها كبير. تمام، ان انت توصل لحاجه معينه مثلا في حته معينه بس تخسر خمس ست سبع حاجات قدامها. ففكر صح، ايه اللي انا بكسبه وايه اللي انا بخسره قصاد الحاجه دي. مفيش حاجه اسمها ان انا بكسب حاجه في المطلق، لا، كل حاجه ليها ثمن على الناحيه الثانيه. فما ينفعش ان انت تقول ايه انا هفضل اكسب 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 في حته معينه اللي هي مثلا التطور الوظيفي بتاعي، ومش عايز البالانس اللي بين حياتي وبين شغلي ده، وبعدين في الاخر خالص تتخيل بقى ايه، عيالك هيطلعوا تمام تمام، زوجتك مبسوطه او زوجك مبسوط، البيت كويس، في بيئه نفسيه كويسه، وحوارات دي كلها، وعلاقاتك مع الناس اللي حواليك كويس، ما بتحصلش الكلام ده. فشوف انت ممكن تخسر ايه عشان حاجه واحده قصاد الحاجه الواحده دي، ممكن تخسر قدامها ايه. وبسيب القرار ليك انت، في الاول وفي الاخر انت شخص واعي وقادر انت تعمل حكم لنفسك.